أكرم توفيق يقود ثورة التمرد داخل النادي الأهلي، والمفاجأة بقى إن الخطيب هيعرضه للبيع. ما هو مفيش حد أكبر من الكيان يا كابتن أكرم. بس إيه اللي بيحصل في الأهلي خلال الساعات اللي فاتت، وإيه هي ثورة التمرد؟ تعال نشوف. أكرم توفيق اللي بقاله فترة متصدر الترند جوه النادي الأهلي، هيجدد مش هيجدد، هيوافق على عرض الشمال، أصله مضى، أصل ما مضاش واتفق، بس أصل الأهلي علي بالرقم لأكبر عقد في تاريخ أكرم. أصل الأهلي أصل أكرم، ولكن أكرم في الحقيقة لغاية دلوقتي بيماطل وبيعاند في إدارة النادي الأهلي. ولكن يتبقى جلسة واحدة، ومن قبل الجلسة تعال أقول لك إيه اللي بيحصل. أكرم زي ما قلت لك معاند بشكل كبير جدا ومصمم على العرض الشمالي القطري، لأن طبعا في ظروف أسرية، وهي زوجته التانية عايشة في قطر وشغالة هناك، فبالتالي هو عايز يكون حياة أسرية سعيدة. حقه يا باشا. ولكن اللي مش حق أكرم إنه بيماطل وبيعاند، وعلى الرغم من كده إدارة الأهلي متمسكة بيه، وعرضت عليه آخر عرض 20 مليون، 21 مليون تاني سنة، 22 مليون تالت سنة، بالإضافة طبعا للفلوس اللي هتيجي من الإعلانات. ولكن أكرم رفض العرض ومتمسك ب 35 مليون في الموسم، وده طبعا في الفترة اللي فاتت ما بنشوفوش بيحصل في النادي الأهلي. ولكن فين ثورة التمرد؟ هقول لك. ثورة التمرد بقى يا سيدي إن من بعد أكرم توفيق جه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، قالوا إحنا مش هنتكلم في فلوس خالص، بس إحنا عايزين نتساوى بأكرم. يعني إيه عايزين نتساوى بأكرم؟ يعني أكرم هيجدد بالرقم الفلاني، إحنا هنجدد بنفس الرقم. لا تقول لي في فروق سن، ولا تقول لي ده موهبة، ولا تقول لي ده عنده 25 سنة، ولا تقول لي أي حاجة. الرقم اللي هياخده إحنا هناخده لأننا نجوم كبيرة، وبالتالي طبعا زي أكرم وزي ياسر وزي ربيعة هيطلع مروان عطية، وهيطلع أكتر من لاعب يقول لك هو زميلي أحسن مني في إيه. ودي الأزمة اللي كان بيتكلم عليها كابتن محمود الخطيب، واللي ما كانش حد واخد باله منها، وهي فكرة إن أنا ما اكسبش لعيب وأخسر فرقة بالكامل. ولكن في الحقيقة من بعد ثورة التمرد دي قررت إدارة النادي الأهلي إن هي جلسة واحدة بشروط النادي الأهلي، وهيرجعوا للرقم الأولاني 14 مليون أول موسم، 15 مليون تاني موسم، 16 مليون تالت موسم. ومن بعدها طبعا أكرم عايز يخرج للإعارة، عايز يجدد 4 مواسم ويطلع موسمين منهم إعارة زي ما قلت لك. هو حر وليه مطلق الحرية، ولكن هي الجلسة الأخيرة أكرم فضل معاند، أكرم فضل مصمم، فبعدها عرض أكرم للبيع. عايزك بقى تسيب لي رأيك في الكومنتات في اللي بيعمله أكرم توفيق، وهل أكرم توفيق يستحق، وهل أكرم توفيق يستحق المبلغ ده ولا لأ؟